عندما تجلس المجالس بعد ذلك تدب فيهم روح المحسوبية لا الأقرباء فقط، المنسوبين إلى تنظيمنا وجماعتنا دون بالضبط، الآخرين. لأن بدأ إحلال الإسلاميين أيضا نعم. محل الآخرين، بدأ إحلال المقارب غير المؤهلين. وغير المؤهلين. نعم. وحضرتك كنت موجود. نعم. وماذا يفعل؟ أنت مش عايز تقول لي إنك بتتحمل المسؤولية ليه عن اللي حصل؟ لا، أنا ما كنت ما بتحمل المسؤولية، بتحمل المسؤولية مع الآخرين، ودائما الأكبر يتحمل مسؤولية أكبر. صحيح، مسؤوليتك أكبر. نعم. الجهاز الرسمي منا، عضويته منا، صحيح، غالبها منا، والذين يمارسون كانوا منا أو مأمورين. زاولت تعذيب في بيوت الأشباح عناصر من الاستخبارات العسكرية، شاركهم عناصر من أبناء الحركة الإسلامية وعضويتها، وجرت مشاهدة أمام عيون الكبار من العسكريين الملتزمين وقادة أجهزة الحركة. صحيح. ده جرائم بشرية. صحيح. جرائم في حق الناس. صحيح. في حق المجتمع السوداني. صحيح. لكن طبعا الإسلاميين أصل الهوية دائما العصبية تقود إلى ذلك. أنت لا تعلم بين، أنت تقرأ تاريخ دينك، تاريخ أسود بين عباسيين وأمويين، الذبح والقتل والتعذيب. كل ما أقول لك كله تاريخ أسود. كل ما أقول لك السودان تقول لي التاريخ. أنا الآن فيكم أنتم في ممارسات يعني نحن لم نتبين تاريخنا ونعتبر به